الفيلم بيبدأ على إشاعات بتقول إن في جزيرة سرية في المحيط الجنوبي، والجزيرة دي كلها ستات وبس، وعشان كده الناس مسمينها الجزيرة العذراء. ده غير إن قبيلة الستات دي معاهم بذرة غامضة بتخليهم يكبروا في السن أبطأ 10 مرات من الناس الطبيعية، عشان كده ناس كتيرة بتدور على الجزيرة دي، من ضمنهم أستاذ سونج واللي عايز يبقى خالد وما يموتش. بيبعت رجالته والخبراء عشان يدوروا على الجزيرة دي، وده بقى وونج بطل فيلمنا. في بداية الفيلم بنشوفه وهو بيسمع أخبار عن أستاذ سونج، وإنه اتبرع بمبلغ كبير للناس اللي هتدور على جزيرة العذراء. وفي وسط الأخبار بنسمع عن غموض الجزيرة دي، وبنعرف كمان ان محدش من المستكشفين اللي راحوا الجزيره دي رجع حي، ولحد دلوقتي الشخص الوحيد اللي وصل للجزيره دي هو باحث مشهور اسمه لي. نعرف ان لي ده يبقى ابو وونج، بس ما نجحش من الجزيره الى الان، ما سابش رساله لحد ولا لابنه. وطلعت اشاعات انه اتسحر بجمال الستات اللي على الجزيره، وعشان كده هو قرر يعيش هناك. وونج بيقرر انه يدور على ابوه، فبيشارك في استكشافات استاذ وونج. بيروح الشاطئ عشان يركب السفينه، وهناك بيقابل واحد صاحبه اسمه هين هو، وبيقول له انه بحار جامد وانه لسه متخرج من الكليه البحريه. بعد ما بيجهزوا كل حاجه، وونج وهيون بيطلعوا على السفينه، واول ما بيتحركوا بيجي لهم واحد من رجالته استاذ سونج وبيدي لهم جهاز تتبع. وبعد فتره الاتنين بيطلعوا على المحيط وبيبدا رحلتهم. في الاول بيبقوا متفائلين وعندهم امل انهم يلاقوا الجزيره، وبعد شهرين من السفر بلا هدف بيتشائموا وبيقرروا يلغوا الرحله، خصوصا ان الاكل اللي معاهم بيبتدي يخلص. فبيدعوا انهم يلاقوا الجزيره دي في اقرب وقت. وفي يوم وهم بيشتكوا من ان جهاز تحديد الموقع مش شغال، مجموعه من الطيور بتحوم حواليهم. وونج بيبقى نايم وبيصحى على فضلات الطيور وهي نازله على وشه، وبيكتشف ان دي طيور نورس، وان ده معناه ان في جزيره قريبه من هنا. ولما بيستخدم المنظار بيلاقي الجزيره فعلا في وشه، ولاول مره في حياته بيفرح بفضلات الطيور على وشه. بس لسوء حظهم الموج العالي بيخليهم ما يقدروش يقربوا من الجزيره، فبيضطروا ياخدوها عوم لحد الشط. وبعد كده لما الاتنين بيصحوا بيلاقوا نفسهم على الشط، ويلاقوا قدامهم جيش ستات محاوطه بيكونوا لسه ما فاقوش. وونج بيسالهم ان هم وصلوا لجزيره العذراء ولا لا، بس الستات بتفضل متنحه وساكته. وبعد فتره بياخدوهم على المخيم بتاعهم بيحققوا معاهم، وكالعاده هيقوم بيعمل فيها الولد الصايع اللي مفيش منه اتنين، وبيحاول يعاكسهم، لكن الستات بتضربه بيقعوا على الارض. وبعدها الشباب بيتحبسوا في قفص خشب كعقاب ليهم. وفي الوقت ده زعيمه القبيله بترياش بتروح لهم وبتقول لهم ان طوال ال 500 سنه اللي فاتوا كان في رجاله كتير بيقتحموا الجزيره بتاعتهم، كلهم كانوا بحاره عندهم خبره. وهيوم بيكون مش مصدق ان الستات عاشت طول الفتره دي، بيسالهم ان كانوا خالدين ولا لا، بس بيترياش والستات اللي معاهم بيسيبوهم وبيروحوا يشوفوا مصالحهم. واول ما الستات بتبعد، وونج بيطلع سكينه اللي كان مخبيها طوال الرحله، بيتفق مع هيون انهم يهربوا لما الليل يليل، وينجحوا انهم يهربوا من القفص. بعدها وونج بيقرر انه يفتش في المكان على اي ادله، وهيون بيقول له انه هيدور على طريقه يهرب بيها من الجزيره. وبعد كده هيون بيلف في الغابه علشان يدور على طريق يهرب منه. وفي الوقت ده يونج بيروح على قريه الستات وبيدخل في كهف. بنعرف ان الستات عاملين فخاخ كتير، هيون بيقع فيها كلها. في الاول بيقع في حفره ارانب، وبعد كده بيرشق سهم خشب في ظهره، وبعد كده بيقع على راسه جوز هند من اعلى الشجره فبيتدشمل. في الوقت ده بيظهر بنتين من القبيله اسمهم ميان واختها مون، بيدخلوا الكهف اللي وونج كان بينخور فيه. وبنعرف ان الكوخ ده عباره عن حمام القبيله. ولما ميان بتجهز عشان تاخد دش وتروق على نفسها، وونج بيحاول يهرب من المكان. وسوء الحظ البنت الصغيره مون بتلمحه، وونج بيحاول يرشيها بمصاصه، بس مون بتصرخ وبتنده للستات اللي في القريه. وونج بيجري علشان يهرب منهم، والستات بتجري وراهم وماسكين الرمح. ولما بيحاول يخوفهم بيفشل وبيقضوا عليه من تاني. وفي اوضه المحكمه بترياش بتقول لونج ان الهروب من السجن ده عندهم خطيئه، وان اللي بيحاول يهاجم القبيله بيتعاقب بعقابه بيه. في اللحظه دي هيوم بيدخل عليهم وهو ما فيهوش حته سليمه في جسمه، بيبقى جاي ينقذ صاحبه وبيهدد القبيله، بيقول لهم انه جندي متدرب وعنده مهارات قتاليه. لكن الستات ما بياكلش معاهم الكلام ده، بيكتشفوا كذبه وبيهزموه تاني. والقبيله بتبقى شايفه ان لما واحد يشوف واحده بتستحمى بيخليها تحس انها قبيحه، وعشان كده بيحكموا عليهم بالاعدام. وقبل ما يجهزوا الشباب للحكم، بترياش بتكون عندها فضول تعرف هم ايه اللي جابهم هنا. فونج بيقول لها انه بيدور على ابوه اللي جه هنا من 10 سنين. بترياش بتقول له انها فاكره باباه، بس لو لقيته هتموته. وبعدها بتأمر الستات انهم ياخدوا الشباب عند الشجره المقدسه ويشوهم هناك. فهيوم بيقول لها انا عملت ايه؟ انا ما شفتش مويان وهي في الحمام. وبيطلب منهم انهم يسيبوه يعيش، لكن هم مش بيوافقوا. بعد كده الستات بتجهز الشوايه، وفي الوقت ده بيكونوا مكتفين الشباب وحابسينهم في الجرادل الكبيره. وهيوم بيخاف لا يكونوا بيتبلوا قبل ما يتحطوا على النار. ومويان بتدخل عليهم وبتكون جايه تواجه المنحرف اللي شافها وتهزقه عشان كان بيتجسس عليها، وبتقول له ان علشان تشيل لقب قبيحه من عليها لازم تقتله. ولما بتكون خلاص هتموته، نكتشف بعدين ان كل اللي عملته ان هي فكت الحبل بتاعه وبتساعدهم يهربوا. وبتقول لهم انها بتكره وونج، بس في نفس الوقت هي مش عايزاه يموت بسببها. ولسوء الحظ الشباب بيمشوا في الطريق اللي فيه فخاخ وبيقعوا في الفخ اللي معمول لهم. وتاني يوم الصبح بيتقبض عليهم تاني، المره دي بيكتفوهم قدام الشجره المقدسه. والستات بتجهز مكونات كتيره وبيولعوا نار
النار علشان يعملوا حفله شوي ويتعشوا بالرجاله، بس واحده بتقاطعهم وتقول لهم ان تشون بتغرق في المحيط، فالستات كلها بتجري على الشاطئ والشباب بيستغلوا الفرصه وبيحرقوا الحبل اللي متكتفين بيه وبيهربوا، مش بياخدوا بالهم انهم ولعوا في الشجره المقدسه من غير ما يقصدوا. وفي الوقت ده الستات بتعيط وهم شايفين صاحبتهم بتغرق ومش قادرين يعملوا حاجه، والشباب بيستغلوا الموقف عشان يهربوا. لكن وونج بيغير رايه في اللحظه الاخيره، بيقرر انه ينقذ البنت اللي بتغرق، وفعلا بيتجاهل حقيقه ان الستات دول بيكونوا اعدائه وانهم كانوا عايزين يقتلوه هو وصاحبه. بينطوا في البحر وبينقذوا تشون، وبعد ما بيرجعوا على الشاطئ هيون بيعمل لها تنفس صناعي واخيرا بتفوق، والستات بتسقف للشباب على شجاعتهم. وبعد كده وونج وهيون بيقعدوا قدام بترياش، وتشون بتكون عايزه الزعيمه تعفي عنهم بعد ما انقذوا حياتها. وفي اللحظه دي تشون بتكون ابتدت تعجب بهيون، بترياش بتفكر ان هي تعفى عن الشباب، بس فجاه بتيجي واحده وبتقول لها ان الشجره المقدسه اتحرقت واتدمرت. وبعد ما بترياش بتعرف ان وونج وهيون هم السبب، بتقرر تعدمهم فورا. وبرغم ان مويان وتشون بيقترحوا انهم يدوا الشباب فرصه اخيره، فبترياش بتديهم مهله 3 شهور علشان يرجعوا الشجره زي ما كانت. بتقول لهم ان لو الشجره ما رجعتش زي ما كانت هتقتلهم فورا. وتاني يوم وونج وهيون بيحاولوا يصلحوا الشجره ويسقوها، ومع الوقت الشباب بيقربوا اكتر من البنات وبيساعدوهم في مهامهم اليوميه باستخدام الادوات والتقنيات الجديده، وكمان بيوروهم ازاي يزرعوا خضار. في نفس الوقت تشون بتحاول تقرب من هيون، تلفت انتباهه وبتجيب له ورد وفاكهه كل يوم. وفي يوم من الايام وونج بيحاول يخلي جهاز تحديد الموقع يلقط اشاره، وبيلاحظ ان في تعبان خطير بيقرب من مويان، فبيروح ينقذها بسرعه. وهم نايمين على الارض مويان بتقول لهم ان التعبان ده الحيوان الاليف بتاعها وهي مربياه. تاني يوم وونج وهيون بيلاقوا الشجره المقدسه رجعت لطبيعتها، وفي اليوم ده كل ستات الجزيره بيحتفلوا مع الشباب وبياكلوا وبيرقصوا. وونج بيلاحظ ان مويان بترقص مع نفسها في هدوء، وهنا بيحس بقيمه الحياه الهاديه اللي هم عايشينها، وان الجزيره دي تستاهل انك تضحي بحياتك علشانها. وهنا بيستوعب انه محظوظ علشان لاقيها. بيقرر انه يحمي مويان والقبيله بتاعتها. وبعد شويه مويان بتحكي لوانج عن تاريخ قبيلتها، وبتقول له ان من فتره طويله كان في قبيله كلها ستات اسمها قبيله الساحره، والقبيله دي اتخلقت بالتوالد البكري، وكانت دي اقرب قبيله للطبيعه وعايشين وسط البشر البدائيه، وكانوا مسؤولين عن حمايه البذره يوان، ومهمتهم انهم يحموا التوازن اللي بين الطبيعه والحياه. ومع توسع البشر زادت رغبتهم في القتل، وفي يوم بيكتشفوا موضوع البذره، وبعد كده بتحصل اباده جماعيه لقبيله الساحره، وعشان يحموا البذره دي زعيمه القبيله بتديها لاصغر بنت فيهم، وبتطلب منها انها تبعد عن المكان ده قد ما تقدر. والبنت بتشوف عيلتها كلها وهي بتتقتل، بس بتهرب زي ما بيقولوا لها. وبعد مده بتصحى بتلاقي نفسها في جزيره، وبتلاقي البذره اللي كانت معاها ابتدت تنتشر في المكان، والجزيره المهجوره ابتدت يبقى فيها حياه. ومع الوقت البنت كبرت وبتعمل قبيله جديده على الجزيره، وبتفضل تحرس البذره يوان. وبعد كده مويان بتقول ان البنت دي هي بترياش، وانهم منحدرين من قبيله الساحره. وتاني يوم الصبح بتاخد وونج على المكان اللي شافت فيه باباها اخر مره، وهناك وونج بيلاقي مذكرات باباه، وبيلاقي كاتب فيه عن الوقت اللي قضاه مع قبيله الساحره. بيكون كاتب انه بسبب طيبتهم وبساطتهم ولطفهم محبش ان حد يدمر حياتهم، وعشان كده هو ما بلغش عنهم على امل ان القبيله ما يجرالهاش حاجه، تفضل منعزل عن طمع الانسان. وبعدين بيختم مذكراته بانه قلقان على وونج، بيتمنى يفهم الاختيار اللي اختاره، وونج بيعرف هو المفروض يعمل ايه بجهاز التتبع اللي معاه. بيفضل يكسر فيه هو وصاحبه، وقبل ما يمشوا بيسمعوا صوت جاي من الجهاز، وده معناه ان الجهاز لسه شغال. على الجانب الاخر استاذ سونج بيعرف مكان الجزيره. الشباب بيجروا على بيت بترياش وبيحذروها عشان تمشي من الجزيره دي فورا، لان استاذ سونج ورجالته زمانهم في الطريق وجايين ياخدوا البذره اللي كانوا بقالهم كتير بيحموها. وبعد كده بيقرروا يحطوا خطه يغروا بيها الرجاله ويخلصوا عليهم واحد واحد. وبعد فتره استاذ سونج بيجي فعلا ومع رجالته، وبيأمر مجموعه منهم انهم ينزلوا يفتشوا الجزيره. ولما رجالته بتروح على القبيله بيتفاجئوا لما يلاقوا ستات واقفه مستنيينهم، وبعد كده الستات بتنفذ خطتهم وبيخلوهم يسكروا ويفقدوا الوعي. ولما استاذ سونج بيلاقي مفيش رد من رجالته بينزل بنفسه على الجزيره وبيبتدي يفتش فيها، ويوانج وهيوان بيسلموا عليه بيحاولوا يقنعوه ان مش هي دي جزيره العذراء اللي بيدور عليها، بس استاذ سونج مش بيصدق كلامه وبيأمر رجالته انهم يكتفوا الستات ووانج وهيوان. وبعدها بيهدد باترياش بيسالها عن البذره عشان يبقى خالد زيهم، ولما بترفض سونج بيهدد انه هيقتل مون. ففي بعض الستات بتوافق انهم ياخدوه على مكان البذره، وفي الطريق شون بتضرب واحد من الرجاله وبتخليه يفقد وعيه، وباقي القبيله بتحارب معاها. وفي الوقت ده سونج بيهرب من المكان ومعاه وونج وبيجبره يلبس قنبله، وبيهددوا انه هيفعلها لو ما قالوش على مكان البذره. في اللحظه دي هيوان وباقي ستات القبيله بيوصلوا وبيحاربوا استاذ سونج، والزرار بتاع القنبله بيقع وبيتفعل. ووقتها وونج بيدرك انه لازم يضحي بنفسه، فبيجري في اتجاه المحيط لوحده. وهو بيجري بيفكر في الفتره اللي عاشها مع ستات القبيله، وبيفهم اخيرا ان مهمته هي انهم يحموا التوازن بين الطبيعه والحياه. بيفهم كمان التضحيه اللي ابوه عملها زمان، وان دلوقتي ده دوره انه يضحي عشان يحمي القبيله. وبعد شويه القنبله بتنفجر في البحر، ومويان بتنهار على موت وونج، والباقيين بيعيطوا عشان خسروا واحد زي وونج وضحى بحياته علشانهم. وبعد كده بنشوف وونج وهو على الشط ولسه عايش بمعجزه، والظاهر ان الساحل الجزيره انقذه علشان ضحى بحياته. وبكده خلصنا فيلمنا. ما تنساش تضع لايك للفيديو وتشتركوا في القناه علشان يوصل لكم كل افلامنا. سلام.